السلام عليكم صديقاتي، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيت لكم فيديو جديد ووصفه جديده. جبت لكم سوبه ديال الحوت اللي سهله وسريعه وزوينه زوينه زوينه بزاف، ومكونات اللي متوفرين في كل دار. ندوزو لطريقه التحضير. غادي نديرو قرعه حمراء واحد نص ديال الفلفله خضراء وواحد البصله متوسطه الحجم، نديرو 2 حبات ديال البطاطا متوسطين الحجم، وغنديرو حبه ديال الجزر. كان عندي واحد شويه ديال القرعه خضراء زدتو حتى هو، ولكن اختياري، تقدروا تزيدوه الا بغيتو ما تزيدوش. وشويه ديال معدنوس غنديرو عليهم الماء، وغادي نشعلو لهم على نار متوسطه، خليوهم يطيبوا مزيان مزيان مزيان. شحال ما خليتوه يطيب شحال ما كان مزيان، باش فاش نطحنوه غنتحصلوا على واحد الخليط اللي مطحون مزيان، ماشي فيه داك التفرتيت ديال الخضره، خص يكون مطحون مزيان. غادي نخليوها على الاقل 41 دقيقه على نار متوسطه حتى تبان لينا ديك الخضره بدات كتذوب من كثره ما طابت. هنايا من بعد ما طابت ليا الخضره ديالي غادي نطحنها في الماء اللي طابت فيه، غادي نطحنهم مزيان 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 مزيان. راني صورت معكم الفيديو كامل، غير سرعت منه غير باش تبعوا المراحل مرحله بمرحله باش تنجح معاكم كيف بغيت انا. بغيتها تصدق معاكم بنفس الطريقه اللي كنديرها انا. غادي نطحنوها مزيان حتى تولي لنا على شكل كريمي. وردوا البال فاش تكونوا كطحنوها هكا سخونه، لحقاش كتنقص ديك المرقه غتحرقكم. تبعوا معايا الطريقه مرحله بمرحله، عافاكم باش تنجح معاكم 100%. بعد ما ساليت الخضره ديالي طحنتها، الا لاحظتوا معايا خاصها تجي بحال هكا. غندوز ندير طنجره ندير فيها شويه ديال الزيت سخن، وغادي نضيف عليها ديك الخضره مطحونه. غندير شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال الابزار. وإلا لاحظتوا معايا راه ما درتش الملحه حتى الاخر، عاد غندوق وندير الملحه لحقاش غندير الكالدو كيكون مالح. داكشي علاش ما بغيتش ندير الملحه، وغندير كنور ما غنقدرش ندير الملحه لحقاش ما غتجيني مالحه في الاخر. المهم هنا غنضيف الكالدو، اطرو ونص ديال الكالدو. البنات اللي كاينين هنا راه الكالدو متوفر في ميركادونا، انا غنحطو لكم. والبنات اللي كاينين في المغرب على ما اظن ما كيتوفرش تما الكالدو ديال الحوت. انا غنخلي لكم الطريقه ديال الكالدو في صندوق الوصف فاش درت داك الارز الاسود. في داك الفيديو صوبت معكم الكالدو ديال الحوت، راه هو السر في هاد السوبه ديال الحوت. بزاف كنعرف بزاف ديال البنات كيبغيو يجربوا السوبه ديال الحوت وكتخلعهم قوه الحوت، حيت كاين بزاف كيديروا بزاف ديال الحوت في السوبه ديال الحوت باش تجي لهم زوينه. راه ماشي السر في الحوت، راه السر في الكالدو ديال الحوت. الحوت غديروا غير شويه، واخا غير شي حبات ديال الكالامار وشي حبات ديال الكامبا، الله يجعل البركه. ماشي ضروري ديروا قوه الحوت باش تجي لكم زوينه، حيت كاينين بزاف ديال الناس على قد الحال ما يقدروش يوفروا انواع واشكال ديال الحوت غير باش يديروا السوبه ديال الحوت.
قبل ما نضيف الحوت ضفت واحد كنور ديال الحوت، واحد او زوج على حسب الكميه اللي درتو نتوما، وركزوا على مرق السمك او الكالدو. تبعوا نفس الطريقه اللي كنت صاوبتها معكم. وهنايا غادي نخلي الصوبه ديالي من بعد ما ضفت الحوت على الاقل 21 حتى لنص ساعه على نار اللي هي متوسطه، والتحراك ضروري. من التحراك خاصكم تبقاو تحركوها مره. وذوقوا الملحه كل واحد والذوق ديالو، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. انا خليتها كيف هي جاتني هي هذيك، ما زدتش الملحه. نتمنى تجربوها، راه تعجبكم بزاف 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 بزاف. وتهلاو ليا فراسكم بسلامه، حتى الفيديو قادم ان شاء الله.